السلام عليكم. اليوم معنا طبعا حديث الشارع الكروي الأردني، الكابتن المتميز جدا. معنا الكابتن مالك شلبية. كابتن مالك، أهلا وسهلا فيك بسرايا، نورتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك وكل العاملين هنا. أنا مبسوط جدا ولي الشرف إن أكون معكم وبينكم. احنا أكثر. كابتن في البداية اسمح لي إنه نحكي عن الموسم الماضي. موسم على المستوى الشخصي أنت قدمت أداء يعني بالتوب، كنت مميز. في أحيانا مباريات ما شاء الله عليك شلتها لحالك. شو انطباعك عن الموسم وعن أدائك اللي قدمته؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله. بعدين الشغلة يعني معلش خليني أعارضك شوي فيها، إنه أنا لاعب لحاله ما بشيل الفريق، لا أنا طبعا مساعدة زملائي والفريق كامل كلنا تساعدنا. يعني أنا بصراحة يعني زي ما كان الكل بيعرف كنت برحلة احترافية بالسعودية، رجعت كان هنا مرحلة الإياب، أنا خلصت موسم هناك، كان نهاية الموسم يعني في السعودية. فإحنا كان هون بين المرحلتين، فكان الرمثة بمكانه الغير طبيعي بصراحة. كان ترتيبه بفكر يا 10 يا 9 في الدوري يعني، وكان في يمكن يعني بجوز نقاط بسيطة بينه وبين مراكز الهبوط، نقطة أو نقطتين. فكان الرمثة من بطل دوري قريب لكان لمكان الهبوط. ف رجعنا أنا وكم لاعب يعني، ساعدنا مع زملائنا، ساعدنا كلياتنا، والحمد لله طلعنا من المكان اللي كان فيه، وحتى وصلنا إلى نصف نهائي الكاس، وكنا قريبين جدا من بطولة الكاس في هذا الموسم. كان موسم حلو يعني، وكان يعني قدمنا اللي كنا بنقدر عليه. تمام. كابتن مالك، يعني أنت عشت أجمل أيام نادي الرمثة، بطولة دوري بعد غياب 40 سنة. طبعا كان أنت أو زي ما قلت زملائك فضل كبير، ولكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني كل جماهير الرمثة كانت تشكرك على الأداء اللي أنت قدمته. الآن حديث الشارع الرياضي الأردني، مالك شلبية، ما بين البقاء والمغادرة. طبعا رئيس النادي حكى كابتن مالك مستمر. صحيح. أقاويل بالشارع الرياضي الأردني عبر صفحات على فيسبوك والسوشيال ميديا تحكي إنه مالك شلبية بيعاني من المواصلات، وأيضا دخول المارد الأخضر بالمفاوضات. فحابين نعرف مالك شلبية ما بين البقاء والمغادرة وين؟ شوف، أول إشي خليني أشرح لك نقطة مهمة في هذا الموضوع. أنا أول ما رجعت من رحلة الاحترافية من السعودية كان عندي عروض كثير، وهنا في عمان وقريب من بيتي. لكن مجرد ما الرمثة فتحني في الموضوع مباشرة وبدون تردد، ويمكن في ناس في الوسط الرياضي زعلت مني، رحت وقعت مع نادي الرمثة وبدون أي تردد. شوف، الرمثة أنا بعتبره نادي، مدينة الرمثة بعتبرها مدينتي، أهل الرمثة بعتبرهم أهلي. أنا جدا بحبهم، جدا بحترمهم. وجمهور الرمثة يعني أنا بالنسبة لي يعني هو يعني الرابط القوي اللي بربطني في النادي. أنا من قبل ما يصير أي نقاش، من قبل ما يصير أي شيء، الموسم الماضي اللي أنا رجعت فيه مرحلة الإياب، أنا جلست مع رئيس النادي وحكيت معه وخبرته الشغلة يعني مش كمواصلات. يعني هسا أنا هنا ساكن في عمان وعايش هون بعمان، يعني كل يوم تطلع للتدريب مسافة كثير طويلة، بتسوق أكثر من ساعتين عشان تروح للتدريب. عندك تدريب ما يقارب كمان ساعتين ونص بالملعب، ما بعد التدريب كمان ساعتين ترجع فيهم لعمان. وقبل في المواسم الماضية كان معي زملاء لاعبين كانوا من هون من عمان، يعني معك في الطريق، مرات ترتاح من السواقة بالضبط اللي هي متعبة أصلا. يعني أنت قبل التدريب المفروض أنت كلاعب كرة قدم تروح على التدريب مرتاح، صحيح، عشان تقدر تتدرب منيح وتقدم منيح، لأنه اللاعب اللي بتدرب كويس بيكون في المباراة أكيد كثير كويس. فهاي النقطة أنا حبيت أوضحها. أنا من قبل يعني الموسم الماضي هو شغال، من قبل ما يصير أي إشي أي نقاش أنا حكيت، يعني قلت يعني يمكن شوي الأمور تصير علي صعبة، لأنه أنا كل يوم لحالي بروح وباجي من عمان للرمثة. فما في سبب معين إنه أنا مش عشان أي شخص تاني أنا طلبت من الرمثة إنه أنا ما
ما استمر. انا شوف حبي لنادي الرمثا يعني بدي احكيها انتمائي لنادي الرمثا يعني ملوش حد، والكل شاف والكل عرف. قدمنا موسم استثنائي الحمد لله رب العالمين انا وزملائي كلياتنا، وفرحنا مدينة الرمثا فرحة يعني فرحة جنونية. الكل شاف الفرحة هاي وكل الناس حكت عنها، كل الناس كانت تنتظرها. يعني من أحلى الفرحات اللي فرحناها بصراحة. فزنا بطولة الدوري بعد غياب أكثر من 40 سنة. هذا فخر إلي واعتزاز إلي وشرف إلي إنه أنا كنت من أحد الأسماء اللي ساهمت في بطولة هاي الدوري. كابتن مالك، يعني إحنا بنشوف ما شاء الله عليك أنت وزملائك في حراس المرمى لأول مرة خلينا نحكي تاريخ كرة القدم الأردنية. طبعا بنملك 4 حراس على مستوى عالي. بنملك طبعا الأخ يزيد أبو ليلى، بنملك الأخ عبد الله الفخوري، الكابتن عبد الله الزعبي، والأخ مالك شلبية. كلكم ما شاء الله عليكم مميزين، وفعلا يعني زي ما يقول مستقبل حراسة مرمى المنتخب بأمان. شو اللي ينقص الكابتن مالك شلبية يكون الحارس الأول للمنتخب أو يكون أساسي؟ شوف احنا خلينا اجاوبك هاي النقطة. احنا بالمنتخب كلياتنا روح واحدة ايد واحدة، مين ما يلعب احنا كلياتنا خلفه. شوف المنتخب الوطني مجرد انك انت اسمك يكون في ضمن قائمة النشامة هذا اكبر فخر واكبر شرف لك كلاعب كرة قدم. مسألة انك تلعب ما تلعب هاي بترجع للمدرب ولمدير الفني وفي مدرب حراس والمسؤول، لكن مجرد انه اسمك في قائمة النشامة معناته انت يعني كلاعب مش بس حارس، حتى اللاعب انت لاعب كثير مميز. ولو انت مش مميز ما كنت موجود في المنتخب. المنتخب ما عنده مجاملات، ما باخذ لاعب مجاملات، ما باخذ لاعب ما بيستحق يكون موجود. لكن انه مين يكون رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 احنا كلاعبين ما بهمنا. احنا دائما بهمنا مصلحة المنتخب، دائما خلف المنتخب. احنا تعودنا شغلة، الكابتن عامر شفيع اللي هو حاليا مدرب حراس منتخبنا الوطني دائما في كل تجمع في كل معسكر في كل مباريات دائما يعني بكون دائما قريب منا. هو يعني صديقنا اكثر ما هو مدرب، بيتعامل معنا بكل شفافية بكل حب بكل احترام. وانا واحد من الناس اللي يعني لعبت معه وتدربت معه الكابتن عامر، بوجه له كل التحية. اول شغله دائما بوجهنا فيها انه احنا الحراس لازم نكون دائما ايد واحده، لازم تكون نوايانا صافيه، لازم يكون قلبنا على بعض مشان نتوفق، لانه احنا حراس المرمى احنا اللي بنشيل المنتخب. طالما حراسه المرمى في امان المنتخب الوطني في امان. فكلياتنا بنتمنى الخير للي بيلعب، وهذا الاشي تعودنا عليه وشيء يعني صار خلص يعني عادي فينا. يعني المنتخب الوطني يعني هو له الأولوية. فالكابتن عامر يعني عنده احترافية بهاي الشغل. يعني أنا حتى واحد من الناس اللي أنا كنت برحلة الاحترافية بالسعودية كان دائما متابعني، كان دائما يتواصل معي، حتى كمان يحضر مبارياتي، كنت دائما يوجه لي الدعم ويوجه لي التوجيهات. فهاي الشغلة يعني ما فيها أي نقاش، كلياتنا خلف المنتخب، وبالنهاية مصلحة المنتخب هي الأولى من كل شيء. كابتن مالك، أنا الموسم الماضي حضرت مباراة الرمثا والفيصل بالقويس. طبعا شفنا أداء على المستوى الشخصي منك. طبعا أنت بكل المباريات يعني تتألق تمام، ولكن ضد الفيصل والوحدات تتعمق. شو هالتعمق ضد القطبين؟ لا والله الفكرة مش إنه بس ضد القطبين. يعني شوف أنا يعني بصراحة يعني أنا شوف يمكن أنا بقول لك شغلة. الفكرة في الموضوع أنت يعني كوحدات فيصلي رمثا لا ينقص عن الوحدات الفيصلي شيء أبدا. أنا بالنسبة لي نادي جماهيري، نادي كبير محقق بطولات، لقب الدوري النسخة اللي قبل الأخيرة. لكن يعني مثل ما أنت حتى كرمثا بتلعب ضد الأندية الثانية، مع احترامي يعني الأندية الثانية، الوحدات والفيصل معروفين طبعهم هجوم كثير، ممكن انه يعني طبيعه لعبهم يوصل الجول كثير يعني عليك. فانت كحارس مرمى ممكن تتعرض لهجمات كثير.
فبدك تعرف تتعامل مع الموضوع. طالما تعاملت مع الكرات بشكل كويس بهدوء اكيد راح تتميز. هي يعني حراس المرمى تكون مثال التحدي طبعا. كنا يلعب ضد الفيصل ضد الوحدات يقول لك يعني حتى الرمثة اللي بيوصل يقول كثير بيقول لك انا هون لازم ابين. فانا ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك من اميز الحراس الموجودين. الله يخليك تسلم يا رب. كابتن خلينا نحكي ونتطرق للنادي اللي انت ترعرعت فيه تربيت فيه، نادي الوحدات. نادي الوحدات اللي له نصيب بكل تصريحاتك. كل تصريحاتك بتحكي انا ابن نادي الوحدات، انا تربيت بنادي الوحدات، انا علموني نادي الوحدات. صحيح. حتى جمهور نادي الوحدات يكون كل حب واحترام وتقدير للكابتن مالك شلبي. اكيد. شو قصة الحب هاي اللي بينك وبين نادي الوحدات؟ اول شيء زي ما تفضلت وبرجع بحكيها، انا ابن نادي الوحدات ويعني هذا شرف إلي وفخر إلي. انا وانا عمري 12 سنه وانا بنادي الوحدات تربيت بمدرسه نادي الوحدات. من عمري 12 سنه تدرجت بالفئات للفريق الاول. يعني كنت دائما احكي بهذا الشيء للي بشكك في هذا الشيء. كنت دائما احكي انه انا ابن نادي الوحدات وابن ابن هذا النادي وانا وفي ومخلص له. لكن يعني مثلا في ناس كانت تعاتبنا شوي، في ناس لها عتب خصوصا في المباريات اللي ضد نادي الوحدات، انه انا مثلا بتعمد اعمل شغلات. ما في حدا بتعمد يعمل شغلات. انا حكيتها اكثر من مره. شوف انا لما يعني انا عشرت شوي الجيل القديم، من رأفت علي لفيصل ابراهيم لحسن عبد الفتاح للكابتن محمود شلبايه. يعني هذا الجيل شوي يعني انا بسميه الجيل التاريخي والذهبي لنادي الوحدات. نادي الوحدات واحنا صغار علمنا شغله واحده، انه العب للشعار. دائما الشعار الموجود على الكلر إلك العب مشان هذا الشعار وفرح الجمهور. فأنا وين ما بلعب وأي مكان بكون موجود فيه إلي انتماء فيه. صحيح. عرفت علي؟ يعني شوي يمكن كان في عتب من جمهور الوحدات في المباريات اللي كنت مثلا تكون خصوصا المباريات الموسم اللي حسمنا فيه الدوري الرمثة، إنه تتعمد مثلا إنه تضيع. ما في حدا بتعمد إنه يعمل شيء، بس لكن في مواقف معينة اللاعب بيضطر يعمل شغله لصالح فريقه مشان من اجل فريقه. صح. بالنهايه هي كره قدم فيها تنافس، منافسه شريفه طبعا. يعني بديش احكي اكثر من هيك. سيدي احلى مباراه لعبتها؟ يعني صراحه في مباريات كثير. شوف أنا بالنسبة إلي في مباريات كثير، يعني بدي أختار مباراتين تقريبا. مباراتين. المباراة الأولى يعني أجمل مباراة أكيد مباراة الرمثة والجزيرة اللي فيها تتويج الدوري. كان فيها شعور كثير حلو، إنه في مدينة كاملة جمهور كبير بستنى فيك، وشفنا الفرحة وشفنا يعني فرحة الناس. بالضبط. ف يعني هاي من أجمل المباريات. وفي مباراة أول مباراة إلي كانت مع نادي الوحدات تقريبا رسمية، كانت في كأس الاتحاد الآسيوي اللي هي كانت ضد الكويت الكويتي. هذا حكي بعام تقريبا 2009. كانت بداياتي لسه بداياتي يعني. فهاي من أجمل المباريات يعني. كمان قدمت فيها الحمد لله مستوى كويس. كان الكويت الكويتي بيمتلك لاعبين على عسوية عالية من قارة آسيا. سهل بتذكر فهد لا مش فهد المولد، كان معهم محترف السوري كان جهاد الحسين معروف. يعني كان بيمتلك لاعبين على محليين على مستوى عالي ومحترفين على مستوى عالي كمان من قارة آسيا. وكانوا مرشحين قوي جدا للبطوله. وكان زمان نظام كأس الاتحاد الآسيوي زمان كان يعني نظام مجموعات بيتأهل أول وثاني، فكانوا هم من ضمن مجموعتنا. وكانت هاي أول مباراة رسمية إلي بشارك فيها مع الفريق الأول. بالضبط. فهاي من أجمل المباريات كمان. بحكم مسيرتك الكروية هذه المتألقة خلينا نحكي، عاصرت مدربين كثير. مين المدرب اللي
آمن بالكابتن مالك، صقل موهبته ويعني عزز قدراته، وكان له فضل تطوير هذا المستوى. أول إشي بداية من الكابتن أكرم سلمان المدرب العراقي، بوجه له كل تحية. اللي هو أنا يعني درجت، يعني كان برضو بداياتي في نادي الوحدات مع هذا المدرب اللي أعطاني كل الثقة وأعطاني كل الدعم. كنت لسه يمكن أنا عمري 17 سنة تقريبا، وكان يشاركني في مباريات، إن كان بطولة الدرع كاملة لعبتها، إن كان في مباريات الاتحاد الآسيوي، كان في الدوري، يعني حتى في المباريات اللي كان يغيب عنها الكابتن عامر شفيع كنت أنا ألعب فيها في هذا الموسم. يعني كانت هي بداياتي. طبعا في مدربين كثار، يعني مثلا مدربين حراس، أنا بدي أذكر الكابتن عثمان برهوبة اللي كان يدربني وأنا صغير، وأنا عمري 12 سنة تقريبا. في مواقف كثير كانت حلوة يعني بصراحة. كان يدربنا تدريبات فردية، يعني مثلا كان كابتن عثمان برهومي قبل ما يطلع الفريق الأول كان مسؤول عن قطاع الناشئين، فكان يجيب تقريبا حراس كاملة، حراس نادي الوحدات، ويعني هي تفاصيل صغيرة بس لكن حلوة وبضلها ذكريات حلوة. صحيح. كان يجيبهم على حساب، تعرف احنا صغار لسه معناش سيارات ولا إشي، فكان يخلي الحراس يجوا بتاكسي للملعب بالضبط، وهو يدفع وهو يحاسب، تكون العدة معه، وكان يدربنا لحاله. فالكابتن عثمان برهومة أنا دائما بحكيها، الكابتن عثمان برهومة أنا بوجه له كل التحية. الكابتن أبو عبادة يعني هو الأستاذ والمعلم والمدرس الأول بالنسبة لي. طبعا بنوجه تحية للأستاذ أبو عبادة ولكل اللي ذكرهم، لأنهم فعلا طلعوا حراس على سوية عالية جدا. أكيد طبعا ما بدنا نزعل حدا، ما بننسى، يعني أنا دربت مع مدربين كثير وكلهم لهم فضل. الكابتن باسم طيب، الكابتن نحكي عبد الوحدات دربت مع الكابتن باسم، الكابتن عثمان برهومة، كل المدربين، الكابتن أبو داود، الكابتن طبعا في بالرمز الكابتن فايز الزعبي دربت معه، بوجه له كل التحية. الكابتن خلدون رشيدات، الكابتن، يعني كل المدربين كمدربين حراس، والمدربين العاميين طبعا المدراء الفنيين يعني زي الكابتن جمال محمود، الكابتن عبد الله ابو زمع، انا بوجه لهم كل التحية وكل الاحترام. فكل المدربين، يعني انا بعتذر اذا نسيت حدا، عفوا بعتذر اذا نسيت حدا، فكل المدربين يعني انا بكن كل الاحترام، كلهم لهم فضل عليه. قدوة الكابتن مالك شلبية بالحياة، يعني انا راح احكيها مش راح اخجل اكيد طبعا. كحراسة مرمى، لا بالحياة بشكل عام وكحراسة مرمى. شوف كحراسة مرمى وانا صغير انا يعني طبعا الكابتن ما حدا الكابتن عامر شفيع انا بالنسبه لي كان قدوه يعني لي، وانا صغير قدوة للجميع طبعا. كنت اتمنى اصل لمستوى. وشوف يعني بدون مجاملات، يعني الكابتن عامر شفيع يعني بجوز الناس تزعل مني من هذا التصريح، افضل حارس اجى بتاريخ الاردن. صحيح. لا من قبل ولا بعد راح يجي مثل الكابتن عامر شفيع. صحيح. وفيش حدا راح يجي يعني مثل يقدم للكرة الأردنية وللمنتخب الوطني مثل الكابتن عامر. فهو يعني دائما قدوتنا يعني بالحياة. طيب بالحياة العامية قدوتي مالك شلبية نفسي. إجابة عميقة جدا. أصعب موقف واجهته بحياتك؟ مواقف كثيرة، لكن أصعب موقف فقدت فيها الحياة كاملة اللي هي وفاة والدتي. الله يرحمه. تعيش يا رب. جميع موتى المسلمين طبعا، يعني هو بشكل عام الفقد يوجع أي إنسان. طبعا شوف يعني الأم هي الحياة. صحيح. صراحة وجوز أنا طلعت لقاء قبل هالمرة ووجهت رسالة، وأنا بكل لقاء بطلع بوجه فيه رسالة لكل شخص بسمعنا وكل شخص بشاهدنا. أمك إذا عايشة خليك معها ودير بالك عليها، لأنه والدتك بس تموت أو تتوفى راح تكتشف شغلتين. الشغلة الأولى إنك شو ما عملت معها أنت قصرت بحقها. والشغلة الثانية إنه مهما عاشت ما شبعت منها. فربنا يرحم والدتي وجميع أموات المسلمين ويحفظ أمهاتنا جميعا. كابتن مالك طبعا أنا سعدت باللقاء معك. الله يسلمك. شكرا على تلبية الدعوة. ما قصرت طبعا. بشكر أخوي الشرقاوي غلبته أكيد كل الاحترام. الله يسعدك. أصدقائي لهون بنكون وصلنا لنهاية الحلقة الممتعة جدا مع الكابتن
الخلوق والمحترم. الله يسعدك، بعضها ما عندكم. جدا الكابتن مالك شلبية. كونوا معنا بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.